والتشطيب هيبقى بهدله، والمرايات هتتكسر، والاكسسوار هتتبهدل من الدهانات، وكل ده بيحصل بسبب موقف بيحصل كتير بسبب خطوه بسيطه ممكن ما تاخدش بالك منها وانت بتشطب بيتك. تخطيط توقيت الشراء من اهم الحاجات اللي بتحافظ على الميزانيه، وده لان في حاجات ما ينفعش تتجاب او تتركب بدري، زي الادوات الصحيه، الخلاطات، الشاور سيستم سهل جدا تتخبط او تتكسر او تتجرح، الاكسسوارات والمرايات، الدهان والتراب مع الوقت بيبوظها، وبعض الحاجات في الإضاءة ممكن تتأثر بالجبس أو تتكسر، زي نكفة غالية أوي، كوبليك حيطة، بندنت نازل من السقف. وحتى بعض أنواع السيراميك الأفضل إن إحنا نشتريها وقت تنفيذ السيراميك مش قبلها بكتير. الحاجات دي لو استعجلت واشتريتها بدري التشطيب هيبقى بهدلة، والمرايات هتتكسر، والأكسسوارز هتتبهدل من الدهانات، وكل ده بيحصل وهيحصل. ولو في حاجة غالية أوي لازم تشتريها بنخزنها بس عندك أنت مش في الموقع، بحيث تضمن إن كل حاجة تيجي في وقتها الصح، لا قبلها ولا بعدها. وعلشان كده إحنا في سبيس 22 بنقسم مراحل التنفيذ بخطة زمنية دقيقة. طب إيه بقى الحاجات اللي لازم نشتريها بدري في الفيديو الجاي بقى؟ التشطيب هيبقى بهدلة، والمرايات هتتكسر، والأكسسوارز هتتبهدل من الدهانات، وكل ده بيحصل وهيحصل.